بيبدأ الفيلم بلعبة اسمه كوزيا في عالم سحري بيجري في الغابة لأنه بيحاول يهرب من ساحرة بتطارده، وكوزيا بيفضل يجري وبيستخبى في أماكن كتير في الغابة. وبنشوف الساحرة ديفور وهي طايرة على المكنسة بتاعتها وبتدور على كوزيا وبتقدر تكشف الأماكن اللي بيستخبى فيها، وبيفضل كوزيا يجري منها لأنه مش عاوز يرجع يعيش تاني معاها. فلما بييأس كوزيا ومش بيلاقي حتة يستخبى فيها بيقف عند شجرة وبيحدف طوب من الأرض على ديفور، وبيحاول كوزيا يستخبى من ديفور تحت الشجرة، لكنها بتقدر تمسكه وبتاخده معاها للبيت بتاعها، وبتعرفه ديفور إنها هتخلص عليه خلاص لأنه قرر يهرب من العيشة معاها. وبتبدأ ديفور إنها تجهز الحلة لأنها قررت تطبخ كوزيا، وبتفضل تخوف فيه وبتعرفه انه طعمه هيكون حلو جدا. وبتربط ديفور كوزيا بالحبال في السقف وبتقوله انه لو فكر يهرب هيقع في الحلة واللي بتغلي وساعتها هيموت، وبتسيبه ديفور متعلق بالحبال وبتنام شوية. في الوقت ده في العالم الحقيقي بنشوف عيلة جاية لبيت في غابة، وبتكون العيلة مكونة من الأب بو وبنته ناتاشا ومراته ماريا، وبيبقى البيت ده بتاع والدة بو، وده البيت اللي اتربى فيه زمان. وبو جاي وجايب عيلته علشان ياخد الحاجات اللي باقيه من اغراض طفولته. ولما بينزلوا من العربيه بيبقى بو متضايق ان ناتاشا بنته مش عاوزه تسيب الموبايل من ايدها ولا عايزه تتحرك ولا تساعدهم، وبتقول له ناتاشا انها ما كانتش عاوزه تيجي لهنا وانها عاوزه ترجع لبيتهم، وهي ما قالت لهمش انهم يجيبوها للبيت ده. فبيسكت بو وبيدخل للبيت هو وماريا وبنته، وبتفضل ناتاشا برضه ماسكه الموبايل. وبيبدا بو يفتكر ذكرياته في الماضي وهو طفل، وكل حاجة في البيت وكل مكان ليه ذكرى فيه بيفتكرها، وبيبقى زعلان على عمره اللي كبر فجأة. وبيعرف ماريا مراته إن الدور اللي فوق كان الأوضة بتاعته، وبيفتكر لما كان بيطلع يلعب باللعب بتاعته في الأوضة. وفي الوقت ده ماريا بتلاقي مراية وبيبقى شكلها غريب، فبتفضل تبص عليها وبتركز فيها. فبيسألها بو هي شايفة إيه، فبتعرفه إنها شايفة نفسها عادي وإنها مراية. فبيقول لها بو إنها تبدأ تجمع الحاجة معاه في الكراتين بقى علشان ياخدوهم ويمشوا. في الوقت ده في العالم السحري بيكون كوزيا بيحاول انه يفك نفسه من الحبال علشان يهرب، وبيفضل كوزيا يجيب نفسه يمين وشمال علشان يفك نفسه. وبتسمع دفور حركته، ولما بتقوم تبص بتلاقيه لسه مربوط، فبيخليها كوزيا تنام تاني، وبيقدر انه يفك نفسه اخيرا وبيروح لعندها علشان ياخد مفتاح. وبتصحى دفور وبتلاقيه في وشها وهو بيسرق المفتاح، فبتقوم تطارده فورا. وبيقدر كوزيا انه يجري لحد ما بيوصل لقفل وبيفتحه بالمفتاح اللي اخده من دفور، وبيطلع ان ده قفل المراية. وبيدخل كوزيا جوه المراية وبيتنقل للعالم الحقيقي، وبنعرف ان البوابة بين العالم السحري والعالم الحقيقي هي المراية، وان المراية لو اتقفلت من جنب في اي عالم من العالمين دول هتتقفل. وكوزيا بيشوف الكراتين وبيلاقي بيضة سحرية محطوطة في الأغراض اللي بو واخدها في الكرتونة، وبتبقى البيضة دي بتاعة كوزيا ولازم إنه يحميها، لأنها لو وقعت في الإيد الغلط زي الساحرة ديفور ممكن تسيطر بيها على العالم. وبينط كوزيا في الكرتونة اللي فيها البيضة، وبيجي بو وماريا مراته بيشيلوا الكراتين للعربية. بعدها بيمشوا وبنشوف الساحرة ديفور خرجت من المراية ودخلت العالم الحقيقي هي كمان. وبتقف ديفور قدام المراية وبتقرر إنها تغير من شكلها علشان تقدر تخرج للعالم وتمشي في الشوارع. وبيبدأ شكلها يتغير وبتلبس لبس من الثمانينات وبتخرج للشارع، وبتلاقي عربية بايظة في جنينة البيت، وبتقدر انها تصلح العربية وبتركبها علشان تمشي بيها وتروح لعند بيت بو وتاخد كوزيا. ولما بتركب العربية بترمي خيط في الشارع وبتقول له يوصلها للمكان اللي كوزيا عدى منه، وبتبدأ العربية انها تتحرك بيها وبتبقى بطيئة جدا. وفي وسط الطريق بتشيل دفور الخيط وبتطلع تفاحة ومراية، وبتحط التفاحة على المراية وبتقول للتفاحة توصلها بسرعة لكوزيا. ومرة واحدة العربية بتبقى سريعة جدا وبتتحرك بسرعة عالية، وبسبب السرعة دي الشرطة بتوقف عربية ديفور، والشرطي بيعرفها انها كانت ماشية بسرعة عالية جدا وان ده مخالف. لكن طريقة ديفور ما كانتش حلوة خالص، فالشرطي بيتضايق منها وبيقول لها تنزل له علشان هيقبض عليها. وبيجي الشرطي التاني وبيتكلم معاها، لكنهم بيلاحظوا عليها انها غريبة وبتتكلم في حاجات حصلت في الخمسينات. فواحد من الشرطيين بياكل حتة من التفاحة السحرية اللي متحكمة في العربية وبيرميها، فبتتضايق منه ديفور وبتطلع آلة موسيقية وبتبدأ انها تعزف عليها. فالشرطيين بدون ارادتهم بيرقصوا وبتضحك ديفور عليهم، وبتخلي التفاحة تتحكم في العربية وبتتحرك بيها تاني، وبتوصل ديفور للمدينة
وبتلاقي ان التفاحة مش قادرة تتحكم في العربية تاني، وبتلاقي ديفور بتاع فواكه، فبتنزل من العربية وبتفضل تاكل في التفاح اللي عنده. في الاخر مش بتاخد منه تفاح لان ده مش تفاح سحري، وبتسأله ازاي تقدر تشتري خريطة. فالراجل اللي بيبيع فواكه بيقول لها تروح تشتري موبايل، وبيقول لها ان المحل قدامها وان بالموبايل هتقدر تروح للمكان اللي هي عايزاه. فبتدخل ديفور المحل وبتاخد فعلا موبايل من صاحب محل الموبايلات، وبتديله عملة وبتقول له ان قيمتها كبيرة جدا، والراجل بيطلع مغفل وبياخد منها العملة. ولما بتخرج ديفور من المحل وبتركب العربية بسحرها بترجع العملة اللي سابتها للراجل، وبعد كده بتحط الموبايل على المراية مكان التفاحة، وبتخلي العربية تتحرك للعنوان اللي عايزة تروحه. وفي الوقت ده في البيت مع ناتاشا بنشوفها قاعدة، ومرة واحدة بتلاقي ان كوزيا وقع، وبتكون مفكراه لعبة عادية، فبتقوم وبتحطه مع الألعاب بتاعتها، وبعدها بتقعد وبتمسك الموبايل تاني. لكن كوزيا كان عاوز يوصل للبيضة بتاعته، وبيتحرك تاني وبيقع في المكان اللي ناتاشا حطته فيه. فبتشوفه ناتاشا وبتلاحظ انه اتحرك ووقع، فبتقوم ناتاشا وبتمسكه، وبتفضل ناتاشا مركزة معاه لحد ما بتلاقيه بيرمش. فبتتخض ناتاشا وبترميه بعيد، وبيهديها كوزيا وبيعرفها بنفسه. فبتطمن له ناتاشا وبتقرر انها تصاحبه، وبيعرفها انه جعان، فبتاخده ناتاشا وبتحميه في حوض الاطباق، وبعد كده بتحط له كعك وبيفضل كوزيا ياكل. وبتساله ناتاشا هو ازاي بيتكلم ويتحرك مع انه مجرد لعبه، فبيعرفها انه من عالم سحري، وانه عايش من زمان جدا، وانه بيحمي البيضه السحريه بتاعته. وبيعرفها ان البيضه كانت في الصناديق اللي اخدوها من البيت بتاع جدتها. فبتعرف ناتاشا ان البيضه في حاجه ابوها، وبتقوم تجيبها بسرعه وبتديها لكوزيا، وبتساله ناتاشا البيضه دي بتعمل ايه. فكوزيا بيعرفها خطوره البيضه، وبيعرفها انها بتحقق الاماني وبتحمي صاحبها من اي اذى ممكن يقع فيه. وبيدخلها كوزيا لعالم جميل جدا، وبيعرفها ان ده العالم السحري اللي هو عايش فيه. ومرة واحدة المكان اللي هم فيه بيبدأ انه يبقى سواد وشكله مرعب، وبيعرفها ان العالم بتاعه هيبقى كده لو البيضة دي وقعت في ايد الشخص الغلط. فبتطلب منه ناتاشا يرجعها للعالم بتاعها لانها خايفة، فبيرجعها كوزيا بسرعة. وفي الوقت ده بيدخل الأوضة عليهم بو، وبيسأل ناتاشا على البيضة، فبيلاقيها على الترابيزة وبياخدها، وبيزعق لناتاشا وبيقول لها ما تاخدش حاجة تاني من حاجته من غير ما تقول له. وبيلاقي بو كوزيا وبيفكروا لعبة، فبيسيبوا لناتاشا، وبيخرج بو من الأوضة وبتخرج ناتاشا وراه وبتطلب منه البيضة. فبيعرفها ان البيضة دي هو هيحتفظ بيها وكفاية عليها اللعبة. وبترجع ناتاشا لأوضتها وبتقول لكوزيا انها هتبقى ترجع له البيضه لما والدها يروح الشغل. وبالليل بنشوف ان ديفور لسه ما وصلتش لعند بيت بو، وبتلاقي فندق وبتقرر انها تبات فيه الليله. وفي النهار كوزيا بيصحى من النوم وبيلاقي قدامه راجل عجوز قزم من العالم السحري. فبيتخض كوزيا وبيسأله كوزيا هو مين وبيعمل ايه هنا. فالراجل القزم بيكون متعصب وبيقول له القزم ان اسمه كوز، وانه من العالم السحري وجاه هنا علشان يحميه من البشر، وانه يظهر قوته ويظهر نفسه للبشر ده اكبر غلط هو عمله. وبيأمره كوز انه يجي معاه علشان يرجعوا للعالم السحري، لكن كوزيا بيعرفه انه مش هيرجع معاه للعالم السحري من غير البيضه. والاتنين بيتخانقوا وبيتقاتلوا، والاوضه بتاعت ناتاشا بتتبهدل. وفي الوقت ده بتدخل ناتاشا للاوضه، وكوز بيعمل نفسه لعبه، لكن ناتاشا بتقدر تكشفه، وبيكون كل همها ان الاوضه اتبهدلت. وبتسألهم مين هيروقها، فبيقول لها كوزيا ان الموضوع سهل وبيستخدم سحره وبيقدر انه يشيل كل الحاجات اللي وقعت في الاوضه وبيرجعها لمكانها. وبتبقى ناتاشا مبهوره وبتشكره لانه روق لها الاوضه. وبتسأل ناتاشا كوز هو ليه بيتقاتل هو وكوزيا، فبيحكي لها كوز، وبيفضل كوز يلوم في كوزيا لانه عرفها كل حاجه عنهم وعن عالمهم، وبيعرفهم ان الساحره دخلت العالم وبتدور عليهم وان مش فاضل كتير علشان توصل لهم. وبيحكي كوزيا لناتاشا قصته، وبيعرفها انه كان صاحب والدها زمان وبيرجع بالزمن، وبيعرفها ان هو وابوها كانوا اصحاب، وان والدها كان اعز صديق ليه، وان في يوم الساحرة كانت هتاخد منه البيضة ومعرفش يخبيها فين، فاداها لوالدها وطلب منه يخبيها في مكان ما يعرفوش حد. وفعلا والدها خباها، والساحرة معرفتش توصل للبيضة، لكن الساحرة قررت انها تحبسه وتخليه المساعد بتاعها لحد ما يجيب لها البيضة، لكن هو مرضاش، ففضل المساعد بتاعها سنين كتير، واخر ما زهقت منه كانت عايزة تطبخه وتاكله، لكنه هرب ووصل لها. وبيقول لها كوزيا انها لازم تجيب له البيضه فورا علشان يرجع للعالم بتاعه. فبتقوم ناتاشا تدور على البيضه في حاجه والدها ومش بتلاقيها، فبتفهم ان والدها اخذ البيضه معاه وهو رايح الشغل. فبتاخد كوزيا وكوز في الشنطه بتاعتها وبتخرج علشان تروح الشركه اللي ابوها شغال فيها. وفي الوقت ده بتكون ديفور في الشارع وبتسأل عاملة النظافة عن مكان الشركة اللي بو شغال فيها،
لكن عاملة النظافة بتفكرها انها عايزة تشتغل معاها فمش بتهتم ليها. وفجأة ناتاشا بتعدي من قدام ديفور، وديفور بتشوف كوزيا وكوز في الشنطة وبتطلع تجري وراهم، وبتلاقي ديفور العربية بتاعتها ضابط المرور هياخدها علشان واقفة غلط، فبتربط ديفور الضابط في الونش بتاعه وبتاخد عربيتها وبتتحرك ورا ناتاشا، وبتوصل ناتاشا للشركة اللي والدها شغال فيها وبتقدر انها تدخل لأبوها. وفي الوقت ده بتوصل ديفور برضه وبتحاول تدخل، لكن الأمن بيمنعها علشان مش معاها بطاقة الدخول، فبتطلع ديفور صفارة سحرية وبتقدر انها تنيمه تنويم مغناطيسي وبتتحكم فيه وبتخليه يدخلها. في الوقت ده ناتاشا بتصحي أبوها، ولما أبوه بيشوف كوزيا وكوز بيغمى عليه، وناتاشا بتصحيه تاني وبتعرفه بكل حاجة وإنهم لازم ياخدوا البيضة. لكن مرة واحدة بيبصوا بره المكتب بيلاقوا ديفور نيمت كل اللي في الشركة بالتنويم المغناطيسي بتاع الصفارة وبتتحكم فيهم، وكانت داخلة عليهم المكتب. فبيقول لهم كوزيا إنهم يحطوا إيديهم على ودانهم ويهربوا من المكان بسرعة، وفعلا بيقدروا يهربوا وبيركبوا عربيتهم وبيتحركوا على الطريق. وبيحاول كوزيا يخلي بو يفتكره، لكن بو مش بيكون فاكره نهائي، وبيقول له بو إنه المهم عنده حاليا سلامة بنته ناتاشا وإنه مش عاوزها تتأذي. ومرة واحدة بيلاقوا ديفور ظهرت وراهم بعربتها وبتتحرك بسرعة عالية جدا، فبيربطوا حزام الأمان وبيتحرك بو هو كمان بسرعة عالية، وشرطة الطريق بتشوفهم وبتطاردهم، وبيقدر بو بذكاء إنه يغفل ديفور وبيدخل في طريق تاني. وديفور بتلاقي ان الشرطه بتطاردها هي، فبتحط طاقيه سحريه على العربيه والعربيه بتختفي، فالشرطيين بيستغربوا ومش بيبقوا عارفين العربيه راحت فين. في الوقت ده بيكون بو وصل للملاهي مع بنته، وكوزيا وكوز بينزلوا من العربيه وبيكونوا فرحانين لانهم قدروا يهربوا من ديفور. لكن مره واحده ديفور بتفاجئهم وبتبقى قدامهم على طول، فبيقرب بو بيقول لها ان ممكن يحلوا الموضوع بالتفاوض وما تأذيش حد فيهم، لكن مش بتسمع ديفور كلامه، وبتطلع بكرة الخيط السحرية اللي معاها والخيط بيتحول لحبل، وبتقدر انها تربط بو وتكتفه. ولما بتشوف ناتاشا ابوها كده بتجري هي وكوزيا وكوز، فبتطاردهم الساحرة لحد ما بيدخلوا الملاهي، وبيبعد كوزيا عن كوز وناتاشا وبيخلي ديفور تطارده هو، وبتركب معاه ديفور قطر الموت وبتبقى خايفة وبتفضل تصرخ، وبيفضل كوزيا يضحك عليها وبيكون مستمتع جدا. في الوقت ده ناتاشا بتكون راحت لأبوها وفكت الخيط اللي مربوط بيه، ووالدها بيعرفها انهم لازم يمشوا ويسيبوا كوزيا وكوز وانه مش عاوزها تتأذي. ومش بتكون ناتاشا عاوزة تمشي وتسيبهم، لكن ابوها بيغصب عليها انها تقوم علشان تركب العربية ويمشوا، لكن ناتاشا بتصر على رأيها وانها تساعد كوزيا وكوز، وبيطلع لها ابوه البيضة وبيوريها لها. ومرة واحدة البيضة بتخليه يفتكر كل ذكرياته مع كوزيا، ولما بيفوق من ذكرياته بيقرر انه يساعد كوزيا وكوز. وفي نفس الوقت ده كوزيا بيكون قاعد جنب ديفور، وبتبقى ديفور قاعدة بتتفرج على صورها هي وكوزيا في قطر الموت وسعيدة بيهم، لأن ده بيكون فخ. وبتقدر انها تخطف كوزيا وبتاخده معاها للبيت بتاع الغابة علشان ترجع العالم السحري من خلال المراية. وبيروح كوز يقول لناتاشا وبو على اللي حصل، فبياخدهم بو بيتحركوا بسرعة على البيت بتاع أمه، ونفس الشرطيين بيطاردوهم مرة تانية وبيوصلوا معاهم لحد البيت اللي في الغابة. وبيدخل بو وناتاشا وكوز جوه المراية، والشرطيين بيلاحظوا انهم دخلوا فبيكونوا خايفين يخاطروا ويدخلوا وراهم، لكن في الاخر بيخاطروا بنفسهم وبيدخلوا جوه المراية للعالم السحري، وبيكونوا خايفين جدا ومش عارفين العالم ده عبارة عن ايه ولا ممكن ايه اللي يحصل لهم فيه. وبنرجع لبو وناتاشا وكوز اللي بيقدروا يوصلوا لعند بيت الساحرة، وبيتكلم بو مع ديفور وبيقول لها انه هيعمل معاها تفاوض، لكن ديفور بتقول له انها مش هتعمل لا تفاوضات ولا حاجة، وانها هتطبخ كوزيا وتاكله، والاحسن انهم يمشوا من العالم ده بدل ما هما كمان يبقوا الوجبة اللي جاية بعد كوزيا. فبيطلع لها بو البيضة وبيقول لها انه هيديها لها في مقابل انها تديله كوزيا، فالساحرة بتوافق على طول وبتقول له يرمي البيضة وهترمي له كوزيا، فبيوافق بو وبيرموا الحاجة لبعض في نفس الوقت. وبيحاول كوزيا انه يلحق البيضة قبل ما تروح لديفور، لكنه مش بيعرف يمسكها، وبتمسك ديفور البيضة وبتفضل تضحك عليهم وبتعرفهم انها هتخلص عليهم وهتتحكم في العالم كله. وبتحاول ديفور انها تتحكم في البيضة، لكن البيضة مش بتستجيب ليها نهائي، فبيعرفها بو ان البيضة مش بتستجيب بس غير للشخص اللي قلبه نقي من جوه، وبيعرفها ان البيضة عارفة نواياها علشان كده مش هتستجيب ليها. فبتتعصب ديفور وبترمي البيضة وبتقرر انها تخلص عليهم، لكن كوزيا بيقدر انه ياخد البيضة من على الارض، وبتبقى ديفور بتضرب بو بسحر العصاية بتاعتها، فبيلحق كوزيا بو وبيديله البيضة، والبيضة بتستجيب مع بو لان نيته كويسة
وبيتحول بو لفارس من العصور الوسطى وبيبدأ إنه يقاتل مع ديفور، لكن سحر ديفور كان أقوى منه بكتير، وبتفضل ديفور تضربه بقوة السحر بتاعتها لحد ما بيقع بو على الأرض وبتبقى ديفور هتخلص عليه خلاص، لكنه بيفاجئها بو وبيقدر انه يبعد عن الضربه اللي ضربتها وبيكسر لها العصايه بتاعتها كمان، وبتتفاجئ ديفور لما العصايه بتاعتها بتتكسر وبتصرخ لان سحرها راح، وبنلاقي قوه كبيره خارجه من العصايه وبتطلع للسماء، وبتقعد ديفور على جنب زعلانه على اللي حصل، وبيفضل كوزو وكوزيا يأنبوها وبيعرفوها انها تستاهل اللي حصل فيها، وبيبقى بو وناتاشا بنته هيخرجوا من العالم السحري خلاص، وبتقرر ناتاشا تتكلم مع ديفور وبتطلب منها ناتاشا انها ما تزعلش منها ومن اللي والدها عمله وانه كسر لها عصايتها وكده، فبتفاجئها ديفور بردها وبتعرفها انها مش زعلانه زي ما هي فاهمه، وبتحكي لها ديفور قصتها وانها زمان وهي صغيره كانت عايشه مع ساحره، والساحره دي لعنتها لعنه انها تبقى شريره، واللعنه كانت في العصايه بتاعتها، وان لما والدها كسر لها العصايه اللعنه اتشالت من عليها وهي كده هتقدر ترجع طيبه زي ما كانت زمان، وبتشكرهم ديفور وبتحضنها ناتاشا. وبعد كده ناتاشا وبو بيتكلموا مع كوز وكوزيا وبيسالوهم لو هيرجعوا معاهم للعالم بتاعهم، فكوزيا بيعرفهم انه هيرجع معاهم، لكن كوز بيقول لهم انه هيفضل في العالم بتاعه بيحرسه، وبيخرج بو وناتاشا وكوزيا من العالم السحري، وفي الوقت ده بنشوف ان الشرطيين لسه جوه العالم السحري وبيصرخوا لانهم مش عارفين يخرجوا من المكان اللي هم فيه، وبيفضلوا هما الاتنين يعيطوا سوا، وقبل ما بو بيمشي من بيت والدته بيقفل المرايه اللي بتنقلهم للعالم السحري، وبكده محدش هيعرف يدخل للعالم تاني ولا حد هيعرف يخرج، وبيرجع بو لبيته هو وناتاشا ومعاهم كوزيا، وبيجروا على طول على ماريا علشان يحكوا لها اللي حصل معاهم، وماريا بتعرفهم ان دي قصه خياليه وانهم اكيد يعني ما عملوش ده كله ولا في عالم سحري اصلا ولا حاجه، فبيخلوها تبص وراها وبتتفاجئ بكوزيا، فبيغمى على ماريا على طول، ولما بيصحوها وبتشوف كوزيا تاني بيغمى عليها تاني، وبتفضل على الحال ده لحد ما بيقدروا يفوقوها، وبتقدر انها تتعامل مع كوزيا بشكل طبيعي. وبعد مده كبيره وفي ليله الكريسماس بنشوفهم كلهم متجمعين على سفرة الأكل، وبنشوف كوز كمان موجود معاهم وبياكل، وبنعرف إنه قرر يسيب العالم السحري ويعيش معاهم، وبيبقوا العيلة كلهم مبسوطين، وبنعرف إن الشرطيين وصلوا للساحرة وبقوا أسرة مع بعض، وهم كمان بقوا مبسوطين في حياتهم الجديدة في العالم السحري. وهنا بيخلص الفيلم ونتقابل في تلخيصة جديدة، وشكرا للمشاهدة.